حلوة ناسكة. بسم الله الرحمن الرحيم. شلونكم يا حبايب قلبي؟ إن شاء الله تكونون جميعا بألف خير وصحة وعافية وراحة بال، ونعطر أفواهنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإجيناكم عيني كالمعتاد بروتيننا الحماسي المليان نشاط وحركة، وما دام هو اسمه روتين أكيد مليان حركة ونشاط وقومة وقعدة وروحة وجية. بس حبايب لا تبخلون علي باللايك، لأن أحيانا الواحد يباوع للفيديو ويعجبه بس ما يجي باله يدوس على زر اللايك. لذلك أذكركم، وإن شاء الله إن شاء الله تنفع الذكرى. وهذا الروتين اللي تشوفوه روتين البارحة كان عندي مشوار لبغداد بخصوص عملي. قعدت من الصباحيات والحمد لله والشكر، تريقت ورحت خلصت شغلتي تقريبا الساعة 12:30. وصلت للبيت تقريبا الساعة 2:30. وأنا جاية بالطريق اتصلوا علي الربع، قالوا لي وين وصلتي؟ قلت لهم وصلت للنيل. قالوا لعد راح ننتظرك. صدق وصلت للبيت، صليت صلاة الظهر والعصر، صبن البنات الغداء وقعدنا تغدينا. البانية أنا طابختها قبل يوم، بس التمن والسمك بنت اللي سوته، وقلت لهم طلعوا تمن عنبر وطبخوا ما دام اليوم بانية. وأنا كنت عيني ميتة جوع، تريقت على السريع من وقت وطلعت، ومن الصبح لحد الظهر بس أفتر أتحرك من مكان لمكان. قعدت شتيل على الغداء وجمالي عين البانية قدامي ما قدرت أقاومها. قعدت أكلت عن طيب خاطر وسهمكم العافية. وبعد ما تغديت حلبية تعب ونعست، ما قدرت أقاوم النعاس، لفيت راسي ونمت. قعدت قبل المغرب، أذن الأذان، صلي صلاة المغرب والعشاء. الربع قالوا مشتهين كوبة جريش، عندي لحم مفروم محموس ضامته بالفريزر، طلعت الجريش، طلعت البرغل، سويت عجينة الجريش والبرغل وبلشت سويت لهم كوبة مكورة وكوبة مدورة. وأنا يا جماعة بهاي الأيام ما أدري شنو السالفة، بعدنا ما طبينا بالشهر التاسع، دا أشتم ريحة المدارس. وأنا دا أشتغل بهاي الكوبة ذكرت الأيام الخوالي من كانوا جهال صغار بالمدارس وبكل مراحل الدراسة بالمناسبة، الابتدائية المتوسطة الإعدادية، وإذا أقول لكم حتى بالكلية ربما ما تصدقون، وخصوصا للبنات كنت دائما أسوي لهم لفات أبد ما أحرمهم منها. وكنت أكثر شيء أسوي لهم كوبة تمن وكوبة بوتيتا، أحيانا كباب، أحيانا تشيل فراي، أحيانا مخلمة، أحيانا بوتيتا أحمسها وخلي لهم إياه باللفة. المهم ما أعوفهم يروحون للمدرسة بدون لفة. وأنا من كنت أسوي لهم لفات بصراحة السببين، سبب اقتصادي وسبب صحي. الاقتصادي أكيد اللفة اللي يأكلوها من البيت تكون أرخص من اللفة اللي يشتروها من برا، وسبب صحي إنه اللفة اللي يشتروها من برا ربما غير مؤونة من ناحية الجراثيم، من ناحية الوساخة. وبنفس الوقت ما أريد الجوع يشغل ابني عن الدراسة، لأنه أحيانا الطفل من يقعد الصبح ما يتريق زين، ما يشتهي، بعدين ورا ساعة ساعتين يلا يشتهي. فالمفروض الأم تحسب حساب لهذا الشيء. هذا تبسي دجاج على الباذنجان غدا الباكر، وهسه هذا على أساس نتعشى به. قالوا اليوم احنا مشتهين فاهيته، قلت لهم لا براحتكم، هذه الفاهيته، هذا اللحم محضرين مالت الدجاج الفاهيته، وانا سويت هاي الكبب يعني. ومثل ما تشوفون مع اللاوي تشتغل على الصوبين، سويت لهم الكبه وبنفس الوقت طبخت لهم تبسي باذنجان على الدجاج وراح اضمها الثاني يوم. وهاي الفاهيته بنتي تسويها، بصراحه الفاهيته نهائيا انا ما مسويتها، في اغلب الاحيان هي اللي تسويها. وخلنا نرجع وياكم بنات الموضوع الدراسة، لأنه بصراحة هواي أخوات متابعات يسألوني أم علاوي شلون كنت تتعاملين ويا أولادك بأيام الدراسة، شلون كان أسلوبك وياهم، شلون قدرت توصليهم. وخلنا أكون صريحة وياكم، البيئة أو العائلة اللي يتربى بوسطها الطفل إلها تأثير كلش كبير على مستقبله الدراسي. وأكو مسألة كلش مهمة، أكو فرق بين الطفل اللي يسجل بالمدرسة وهو بعد عايش وسط العائلة الكبيرة ويا العمام، يعني يكونون العمام متزوجين وقاعدين بنفس البيت ومخلفين وشوفين الجهال صايرة لخة، وهذا احتمال كبير راح يأثر على مستواه الدراسي، فرق عما يكون الطفل موجود ببيت مستقل هو وعائلته، أمه وأبوه وأخوانه بس. وأحيانا لا هذا ولا ذاك، شخصية الطفل هم تلعب دور. هسه أنا عندي أولاد 4، نشوف بعضهم وحدهم يقرون بدون ما واحد يقول لهم، بدون ما واحد يتابع وراهم، هم وحدهم يعرفون واجباتهم ويأدونها على أكمل وجه. والبعض الآخر لا والله، إلا أنا أطلع الجدول وأقول له شنو المواد المطلوبة من عندك، وأطلع الكتاب وأقول له وين الواجب، ويبدي يقرأ للواجب وأتابع وياه الواجب، يلا تمشي الأمور عدل.
بس بصراحة سويت شغلة لأولادي أنا أعتبرها إنجاز، ولو أخذت من وقتي وجهدي وتعبتني، بس اختصرت علي تعب 6 سنوات لكل واحد من عندهم. كل أولادي وبناتي قبل ما نسجلهم بالمدرسة بشهرين 3 أسوي عليهم حملة تدريس مكثفة، بحيث علمتهم القراءة والكتابة وحتى الحساب. لما يدخل للمدرسة أنا أكون مرتاحة وخلصانة من همه ودراسته خلال فترة الابتدائية. كلهم الحمد لله والشكر فترة الابتدائية كانوا من الأوائل، وبدون ما أتعب روحي وياهم. وإذا تسألون عن الحضانة أو الروضة، أولادي لا دخلوا لا حضانة ولا روضة، أنا صرت بالنسبة لهم هم حضانة وهم روضة. وبالمناسبة أحيانا التوفيق الإلهي هم يلعب دور بحياة هذا الطالب بالنجاح أو الفشل، وهذا أيضا مرتبط بشخصية الطالب. أنا قلت لكم أحيانا بعض الطلاب هم وحدهم حريصين على مستقبلهم، لذلك رب العالمين هم يوفقهم، وإن شاء الله رب العالمين يستجاب دعواتنا ودعواتكم، ويوفق أولادنا وأولادكم وبناتنا وبناتكم، ويجعلهم في أعلى المستويات إن شاء الله. شوفوا ايش قد كومة كومة كومة، شوفوا هاي قصة. وهسه تعالوا وياي الروتين. أول البارحة بعد ما تريقت رحت للغسالة فتحتها، أريد أخلي ملابس بيها حتى أغسلهن. شو ما أعرف شنو القضية، من دون الأيام ركزت بداخل الغسالة، باوعت لها زين، شفت قطعتين منا ومنا، قلت خلي مد ايدي عليهن واشوف ايش بيهن ما بيهن. صدق مديت ايدي عليهن انسحبن، سحبتها باوعت لها أول وحدة من عندهن، شفت بداخلها نسيج كأنما نسيج البطانية، عبارة عن قطعة واحدة. قلت احتمال هذا النسيج هو أصلا موجود بيها بس ألوانه مختلفة. قلت بقلبي ما وخره، خل أبحث بجوجل أشوف هذا نسيجها لو الوصاخة مالت الملابس. صدق بحثت طلع هذا كله وصاخة الملابس. هي مو وصاخة، ما أعرف يعني شلون نقول، زغب الملابس، شعيرات الملابس تجي وتتجمع بهذا المكان. فأنا اطمأنيت، قمت كله وخرتها وغسلتها ورجعتها لمكانها. والثانية هم نفس الحالة، هم وخرت الزغب هذا أو النسيج اللي موجود بها، وصدق غسلتها ورجعتها لمكانها. وحوض الغسالة من جبناها ولحد الآن ما غاسلته، قلبها من كسر عليها. قلت أنا هاملتها عايفتها. عفت الهدوم قلت خلي عيفهن، ونظمت الغسالة على غسل الحوض. وطبعا المفروض بينا نغسل حوض الغسالة كل 3 أشهر، بس أحيانا أم البيت تغفل عن هذا الشيء أو ما تعطي أهمية. أنا واحدة من الناس غسالتي القديمة ما غسلت حوضها يمكن لمدة 3 سنوات، لذلك صارت ثقيلة شوية شوية، تاليتها عطلت قبل ميعادها. وأنا أقول حرامات، هاي الغسالة شوية دا أهتم بيها، أقول شوية بالكتي طول عمرها عندي. وهسه تعالوا وياي الفقرة الغداء. واليوم اشتيت عيني مشيت علينا، قلت لكم ببداية الفيديو أنا دا أشتغل كبة، اشتميت ريحة المدارس، وما دام اشتميت ريحة المدارس يعني اشتميت ريحة الشتاء. واليوم قررت أسوي تمن ماش ويا تشريب الدجاج. طلعت وياه تمن عنبر خضراوي. طبعا ذاك اليوم من رحنا للسوق تفاجأت بسعر العنبر الجيد 100% سعره ب4000 دينار، وهذا الخضراوي سعر الكيلو ب2500، كلش غالي. شنو السالفة ما تدرين، هو حتى مختفي بالوجبة، ماكو بعد ما يوزعون بالوجبة تمن عنبر، بس هذا التمن الهندي مدري التايلندي. هنا الدجاجة بعد ما استوت شويتها بالقلاية الكهربائية حتى شوية تقسد. شوفوا بنات، حباية الماس استوت انفتحت، راح اخلي التمن. هنا وهنا شفتوا بنات طريقة الطبخ تمن الماش. أطبخه بزل، بس بالبداية أطبخ الماش لحد ما يستوي، وبعدين أذب التمن، ولما أهدره ويتهدر أفرقع فوقه بصل، أخلي ويا البصل شوية كركم وشوية فلفل أسود. وشفتوا طريقتي بنات بطبخ تمن الماش، ما أعرف طريقتكم شلون بطبخ تمن الماش، بطبخوه ما تطبخوه، بزيل مي بقدر، قولولي يا ريت تنورونا إذا عندكم معلومات، لأن أنا بنات من بزلت هسه التمن
وشفت المي صاير لونه أخضر، قلت حرامات يجوز المونة مالت الماش 3/4 نزلت بمي البزل. فأريد أعرف طريقتكم بطبخ تمن الماش بزل لو مي بقدر. ومو معنى هذا أني ما أعرف أطبخ تمن الماش مي بقدر، بالعكس أقدر أطبخه، أقلها أحافظ على مونة الماش. بس بصراحة ما شايفة أهلي وقرايبي يطبخون تمن الماش بهاي الطريقة. المشكلة أنا ماشية على سنتهم، لكنه ما مقتنعة بيها، لأنه دا أشوف مونة الماش كلها تروح بالمي. كلها مال نفر. اي مال نفر هاي. كنت حلوة هاي الماي. وهسه تعالوا وياي للفقرة الأخيرة بهذا الفيديو، واللي هي فقرة التسوق والمشتريات. وطبعا صار قرارنا نطلع للسوق بعد العشاء، قلنا حتى نطلع على كيفنا وبعد ماكو شي ورانا. غرفة نوم نفر واحد، ميزة والد، كنتور، قريولة، وهذا مالت الميوز. هاي هم غرفة نوم مال نفر واحد، شوفوا ايش قد حلوة، تخبل. غرفة نوم مال نفر هم حلوة. ايش قد السعر مالتها؟ هاي سعرها زين، يعني زين. طبعا احنا من قعدنا بهذا البيت ولحد الان الاستقبال ما مأثثينه عايفينه على حطيته، فقط أثثنا الهول، واكو مشروع براسنا نأثث الاستقبال. وبصراحة حايرين ودايخين ايش نشتري ما نشتري. احنا ببالنا نريد نشتري لنا فد اثاث حلو ومرتب للاستقبال. والمشكلة هسه بهذا الوقت عقل الإنسان يشتت، وين ما ترحين تلقين معارض بالإنترنت، معارض على أرض الواقع، معارض. قبل الواحد لما يروح للسوق يلقي قدامه معرض معرضين يختار الحاجة اللي يريدها. هسه لا والله، عقل الإنسان يشتت، يروح لهذا المعرض يلقي حاجات كلش حلوة، يطلع يروح المعرض ثاني يلقي حاجات بعد أحلى، والله يظل حاير ما يعرف ايش يختار. هاي غرفة نوم مال نفر. وطبعا معلاه وكامشه موبايلها وتصور. كلش عجبتني هاي غرف النوم مال النفر واحد، كلش حلوه وهواي موديلات بيها، فقلت خل اصور لكم اياها، ربما البعض يستفاد من عندها. ميزة تواليت وهذا الكنتور وهذا السارية كلش حلوة. والله سعرها زين. لبنان حتى بعد الكنتور تجي حتى لبنان العين مو صغيرة، لا شوي وهاي طلعتنا تقدرون تسموها طلعة استطلاعية تفقدية، قلنا نشوف بيها الأثاث، الموديلات، الأسعار، وبعدين نقرر ايش نشتري ما نشتري. الله كريم منا ذاك اليوم، إن شاء الله يكون قريب. وبعد ما طلعنا من هاي الأسواق رحنا للطاحونة حتى نشتري زيت زيتون وحلويات، صدق اشتريناهن وطلعنا رحنا وراها للأنوار. وهاي أسواق الطاحونة هي أسواق وهي معمل، اللي يتقرب لها تغريه بريحتها، تشتمين ريحة الراشي على ريحة الحلويات على ريحة دهن الحار، بحيث تجذبه وتخليه يطب لها ويشتري من عندها. سمك الكويتي نهري بس مو كثير، هاي غير شركة. يختلف. هاي غير شركة بس هو طيب، ترى كلها نفس الشيء. نجرب وحدة؟ كيف يلا. موت على الكشمش، هم حارميني من عده. هسه راح اشتري هذه شنو لونها؟ هاي باردة وهاي حار. اشتري من هاي. زين هاي الأمريكية شنو فرقها؟ هذا جريش. اوي هذا جريش اريده. ودا تشوفون بيض العرب بعد كم يوم نشوفه بطبقات البيض. الناس بدت ترجع للطبيعة بنات. أنا قلت لكم على ساعة ونرجع ناكل دجاج العرب. هسه بيض العرب وراها دجاج العرب، لأنه هذا الأكل اللي دناكله هسه بهذا الوقت كله مو صحي. وبصراحة استغربت هاي الكميات الكبيرة من بيض العرب. قبل ولحد الآن نشوفه عند العربيات مبسطات بيه حاطاتها بسلال ويبيع عنا 2 ب1000. هسه قام ينباع بأرقى أسواق الحلة. وبعد ما وصلنا للبيت قلت خل أشوفكم بعض المشتريات اللي اشتريتهن. هذا شامبو بانتين، أفضل شامبو استخدمته لحد الآن، بس يكون أصلي ما مقلد. إحنا دائما نشتري من أسواق الأنوار، جربت مرة مرتين أشتري من أسواق أخرى، بصراحة لقيته مخشوش ومقلد، فرجعنا نشتري بس من أسواق الأنوار.
وبالمناسبة المكيف مالته هم من نفس النوعية، يخلي الشعر يخبل والله العظيم. وهذا الصابون السائل الربع بالبيت كلهم يستعملونه باستثناء معلاوي. أنا بنات أبد ما أحب أستعمل غير الصابون العادي، ما أفضل الصابون السائل، ما أعرف يعني ما أقتنع به. وهذا الزاهي عملاق اشترينا علبتين من عده، وطبعا أكو نوعيات أفضل من العملاق. وهذا زيت الزيتون اشترينا سعر البطل مالته ب8000 دينار. نوعيته زينة بس ما أقول زينة 100%، لأنه بصراحة أحياناً لما أشوف زيت الزيتون الموجود بالأسواق السورية الأردنية اللبنانية وأقارنه بين هذا زيت الزيتون الموجود بأسواقنا ماكو مقارنة. شوف اللون يختلف، القوام يختلف، بس ما وصلنا. حتى دا أبحث بجوجل أقول بلكت أكو توصيل نقدر نحصل على زيت زيتون أصلي ما مغشوش 100%، بس ماكو لحد الآن. ومن ضمن المشتريات خبز توست، أجبان، جيمر تركي معلب كلش يحبونه، عصاير، وحليب اللوز. وطبعا حليب اللوز هاي أول مرة نشتريه. وبالمناسبة بنات نقدر نسوي حليب اللوز بالبيت، نجيب تقريب 21 حباية لوز، نقشرهم، نخليهم بالخفاق الكهربائي، نضيف لهم مي مقدار تقريبا كوب أو كوب ونص، ونخفق، وبعدين نصفيه ويصير حليب لوز. وهذا جبن الموزاريلا احنا دائما نجيبه، عبارة عن جبن موزاريلا زائدا جبن شيدر. وهذا بنات الفيتوشيني، هي معكرونة اما احنا دائما نستخدمها بالطبخ. وهذا الكشمش اليوم تبا للمستحيل، قلت لازم اجيبه. تدرون بنات والله محرومة من عده، لانه عندي 2 3 من اولادي ما يحبوه. وهذا البصل اسطواني الشكل والشجر اشتريتهم اليوم حتى اسوي بيهم وصفة جديدة ما طابختها من قبل، قريبة على المدفونة، قريبة على الدولمة، يعني من هذا القبيل. ومن ضمن المشتريات نوم حامض عراقي، ما شاء الله على طعم النوم الحامض العراقي، يمكن بالعالم كله ماكو منه. سعر الكيلو اشتريته ب4000 دينار. وهذا الشجر اشتريته ويا البصل، هم اثنيناتهم ان شاء الله راح اسوي بيهم هاي الوصفة اللي قلت لكم عليها، احتمال تشوفوها بالفيديو الجاي. وهاي الطماطة الكرزية قبل نشتريها بعلب تجينا مستوردة، بس هسه دا أشوفها بالأسواق عبارة عن أكوام ما أعرف تنزرع بالعراق، مستوردة، هم شكلها كلش حلو. وهاي الفريكة اشتريتها سعر العلبة يمكن ب3500، إن شاء الله راح أطبخ منها ويشوفوها. وهذا دهن حار ما أعرف مستورد، انغشيت بيه، سعر العلبة ب9000 دينار. لو أدري مشترية جنة أفضل، على أساس هذا سمن بقري، بس من اشتميت ريحته كانت كلش عادية. هذا بابريكا، هذا بقدونس،